اهلا بيكم في حلقه جديده على قناتكم ذا ناتشورال اكواريوم. الطحالب اللي بتظهر في جميع انواع احواض اسماك الزينه ايا كان نوعها، ان كانت تقليديه او طبيعيه. الطحالب اللي دايما بتسبب لجزء كبير جدا من هواة تربيه اسماك الزينه، ان ما كانش اغلبهم، ارتباك وتوتر وضيقه من ظهورها في حوضه. واول ما بتبدا في الظهور في حوض السمك بيبدأ يتعامل معاها على ان هي مشكلة لازم يدور لها على حل علشان يتخلص منها. وفي الطريقة التقليدية زي ما احنا عارفين طبعا دايما بيبدأ الهاوي يلجأ لاستخدام الطرق العلاجية بالمواد الكيميائية اللي احنا دايما بنكون ضدها في ذا ناتشورال اكواريوم، وبنحذر من استخدامها في الاحواض من اللي بتسببه الانهيار للحوض وللنظام البيئي عامة في حوض السمك بتاعنا. وعلى عكس الحقيقة تماما، الطحالب مش مشكلة في حوض السمك بتاعي، وده اللي هنشرحه النهاردة وهنقدر نوصل له ونفهمه في حلقة النهاردة. وقد ايه الطحالب ممكن تكون مفيدة للنظام البيئي داخل حوض السمك بتاعي، وازاي هي ممكن تكون صديق وفي وحميم جدا لحوض السمك وليك انت شخصيا كهاوي، لانها دايما هتكون مرايتك اللي هتوضح لك وتبين لك مستوى النظام بتاعك ووصل لانهي مرحلة، وهتوصل لك علامات ومؤشرات كتيرة جدا تخص حوض السمك بتاعك مش هتقدر تكتشفها بعينك المجردة الا من خلال الطحالب. وده اللي هنفهمه مع بعض النهارده في حلقتنا. وزي ما احنا متعودين دايما في ذا ناتشورال اكواريوم ان احنا لازم في الاول نفهم ايه هي الطحالب وايه اسباب ظهورها، وامتى الطحالب تكون مفيدة وامتى تكون مضرة، وفي اخر الحلقة هنشرح ازاي نقدر نتعامل معاها في حوض السمك الطبيعي. الطحالب هي كائن بسيط جدا في تكوينه، بيشبه النبات. بعض انواعه بتكون وحيدة الخلية والبعض الاخر بيكون متعدد الخلايا. الطحالب عايشة معانا في البيئة اللي احنا عايشين فيها في جميع مكوناتها تقريبا، موجودة في الهواء وفي الرمل وفي التراب وفي المية، حتى ان في بعض الابحاث العلمية ثبت ان موجود خلايا من الطحالب بانواعها المختلفه في السحب وفي قمم الجبال وفي اماكن ما نتخيلش ان يبقى موجود فيها الطحالب. انواعها واشكالها متعدده جدا، بتصل لالاف الانواع والاشكال، ومش هنقدر نحصر انواع الطحالب في حلقه او في فيديو، ولكن احنا هنتعامل معاها وهنتكلم عنها على حسب الشكل اللي دايما بنشوفه في احواضنا من حيث اللون والشكل بتاعها، ان كانت الطحالب البنيه او الطحالب الخضراء بانواعها او طحالب الشعر او طحالب اللحيه السوداء وغيرها من الانواع اللي بتظهر عندنا في احواض السمك. اول ما خلايا الطحالب المنتشره في جميع مكونات البيئه اللي احنا عايشين فيها دي، تلاقي وسط مائي صحي يصلح للحياه، وطبعا لازم يكون متوفر في الوسط ده مغذيات وضوء، لانها زيها زي النبات محتاجه للضوء وللغذاء علشان تبدا تنمو وتتكاثر. هنا بتبدأ الطحالب تظهر في حوض السمك بتاعي وتبدأ في النمو والتكاثر، وده بيكون أول مؤشر وأول دليل صديقي الوفي أرشدني ليه وقال لي عليه، وقال لي إن المية بتاعت الحوض بتاعك مية صحية وتصلح للحياة وبيئة سليمة ما فيهاش أي ملوثات تمنع وجود حياة فيها. والملوثات دي اللي صديقي الوفي الحميم طمني ان هي مش موجودة في الحوض بتاعي، ممكن تكون اي حاجة زي النحاس ومركباته او الرصاص او حتى الكلور او الصابون اللي ممكن يوصل للمية بتاعتي بأي شكل ايا كان. وهنا لو ركزنا وخدنا بالنا بيبان لينا اسباب ظهور الطحالب والشروط اللي لازم تتوفر في الوسط المائي ايا كان نوعه علشان تقدر الطحالب تظهر فيه. وهو اولا انه يكون وسط صحي صالح للحياة. تاني شرط لازم يتوفر وهو الاضاءة، لان الطحالب زيها زي اي نبات بتحتوي على مادة الكلوروفيل واصباغ تانية كتير بتخليها قادرة على امتصاص الضوء وانها تقوم بعملية التمثيل الضوئي اللي بيساعدها على النمو والتكاثر. ثالث شرط لازم يتوفر في الوسط المائي توفر كمية من المغذيات اللي زايدة عن حاجة الكائنات الحية اللي موجودة في الوسط المائي ده اللي هو حوض السمك،
علشان تقدر الطحالب ساعتها تتغذى على المغذيات الزايدة عن الحاجة دي وتبدأ تنمو وتزدهر زي أي كائن حي بيحتاج للغذاء علشان ينمو ويتكاثر. طيب امتى بتكون الطحالب مفيدة للنظام بتاعي في حوض السمك؟ في أغلب الأوقات وتقريبا دايما بتكون الطحالب مفيدة لأي نظام وأي وسط مائي زي حوض السمك بتاعي، لأنها بتقوم ب3 حاجات ضرورية جدا لأي نظام، ويمكن هم أكتر من 3 حاجات، ولكن النهاردة هنتكلم عن ال3 حاجات الرئيسيين اللي احنا ممكن نقدر نلمسهم ونشوفهم بعينينا. أول حاجة إن هي بتقدر تتغذى على جزء كبير جدا من المغذيات اللي زاد عن احتياج الكائنات الحية اللي موجودة في حوض السمك بتاعي، وبالتالي خلصتني من المغذيات ديت اللي كانت لو فضلت موجودة في حوض السمك بتاعي كانت هتسبب حمل بيولوجي عنيف وعالي جدا على النظام، وطبعا هتبدأ تتراكم لأن مفيش حاجة بتستهلكها، وساعتها كانت هتضر النظام وتؤدي لانهياره، وفي الاخر كل الكائنات الحية هتموت في النظام بتاعي. تاني حاجة ان هي من خلال عملية التمثيل الضوئي اللي بتقوم بيها علشان تنمو وتتكاثر، بينتج عن العملية دي أكسجين كتير جدا بيقدر يوفر للنظام بتاعي في حوض السمك احتياجات جميع الكائنات الحية اللي عايشة في الحوض من غاز الأكسجين الضروري جدا لحياة أي كائن حي. ثالث حاجة واللي مهمة جدا إن الطحالب نفسها في حوض السمك بتاعي بتكون غذاء أساسي لكتير جدا من الكائنات اللي عايشة في الحوض بتاعي، بداية من الكائنات المجهرية اللي احنا مش شايفينها والكائنات الدقيقة اللي ممكن نشوفها بالعافية، مرورا باللافقاريات زي الشريمب والقواقع والحلزونات، لحد ما نوصل لمجموعة كبيرة جدا من أنواع الأسماك اللي بتعتمد في نظامها الغذائي الأساسي على الطحالب. وهنا بنكتشف قد إيه الطحالب بتكون صديق حميم للحوض بتاعي وليا أنا شخصيا، وقد ايه بتكون مؤشر ليا على توازن النظام البيئي في الحوض بتاعي. الطحالب هي جزء اساسي من بيئة النظام ودليل على استقراره وصحته. طب امتى الطحالب تكون مضرة لحوض السمك بتاعي؟ حالتين على سبيل الحصر هذكرهم لحضرتك في الفيديو بتاعنا بتكون ساعتها الطحالب مضرة لحوض السمك. اول حالة وهي ان الطحالب تنزل حوض السمك عندي تلاقي كمية كبيرة من المغذيات الفائض عن احتياج الكائنات الحية اللي موجودة في الحوض، تخليها تبدأ تنمو وتتكاثر بشكل مبالغ فيه لدرجة ان هي تبدأ توصل لمرحلة من السيطرة والاستيلاء على حوض السمك. وساعتها طبعا الطحالب هنا بتأثر على الشكل الجمالي للحوض اللي انا مش حابب ان انا اشوفه فيه، لان ساعتها بيكون المنظر مؤذي جدا ومش ده اللي انا كنت بهدف ليه وانا ببتدي اربي اسماك زينة. تاني حاجة طبعا بتسببها ساعتها الطحالب لما بتبدأ في الانتشار المبالغ فيه ده، ان هي بتبدأ تسيطر على الحوض وتستولي عليه بالفعل وتحجب الإضاءة عن النباتات وجميع الكائنات المجهرية والدقيقة والكائنات الحية اللي موجودة في الحوض، لحد ما توصل إن هي تخنقها وتموتها، وساعتها النظام بينهار وبيموت فيه جميع الكائنات الحية. والحالة دي بيكون سببها زيادة نسبة المغذيات اللي موجودة في مية حوض السمك بقدر أكبر من احتياج النظام للمغذيات دي. الحالة التانية اللي فيها بتكون الطحالب مضرة على حوض السمك بتاعي هي ظهور نوع من أنواع الطحالب هي أصلا مش طحالب، ولكن اعتدنا على تسميتها بالطحالب الزرقاء الخضراء، وهي في الأصل نوع من أنواع البكتيريا وتحديدا اسمها السيانوبكتيريا، وهي بتكون على شكل الطحالب أو شبه الطحالب، وعلشان كده سميناها الطحالب الزرقاء الخضراء، وبيكون لونها غامق بيميل للأزرق المخضر أو الأخضر المزرق، وبتتميز إن هي بتكون متشابكة على شكل سجادة بتبقى مفروشة إما في قاع الحوض أو حتى على أي نوع من أنواع الديكورات اللي موجودة في حوض السمك بتاعي، وممكن تظهر برضو جزء منها على الإزاز، ولكن بتتميز أيضا إن هي ما بتلتصقش بالحاجة اللي هي ظهرت عليها إن كان القاع أو إن كان الديكور أو حتى الإزاز، عكس أنواع كتير من الطحالب اللي بتلتصق في الديكورات أو على الزرع وما بقدرش
ان انا افصلها فصل فيزيائي عن مكان التصاقها. لكن السيانوبكتيريا دي إذا ظهرت وهي غير شائعة الظهور في أحواضنا، ولكن إذا ظهرت التعامل معاها بيكون بسيط جدا، وهو إن بكل سهولة بقدر أمسكها وأشيلها وأفصلها فيزيائيا عن الحوض بتاعي. وحتى لو عودة الظهور مرة تانية ببدأ وراها إن أنا أفضل أشيلها وأفصلها عن الحوض بتاعي لحد ما هتختفي تماما في أقل من شهر تقريبا. غير الحالتين دول عمر ما كانت الطحالب عدو بل صديق، وهي جزء أساسي من التوازن البيئي في النظام بتاعي. طيب إزاي أتعامل مع الطحالب في الحوض الطبيعي؟ طبعا أول حاجة هنأكد عليها كعادتنا ان احنا مش هنستخدم اي علاجات كيميائية نحاول نتخلص بيها من الطحالب، لانها زي ما بتضر بالطحالب وبتقتلها بتضر برضو بمجموعة تانية من الكائنات الحية اللي ممكن ما بقاش شايفها وهتقتلها هي كمان. وكده كده العلاج الكيميائي بيعالج العرض ومش بيعالج اسباب ظهور الطحالب في الاصل. امال هنعمل ايه في الحوض الطبيعي؟ علشان نعرف احنا ممكن نعمل ايه ونتدخل ازاي، لازم نرجع لاسباب والشروط اللي لازم تتوفر للطحالب علشان تظهر في حوض السمك بتاعي. اول شرط هنركنه على جنب وهو ان الحوض فيه ميه صحيه خاليه من اي ملوثات او مواد كيميائيه او سموم تمنع وجود حياه فيها، لان ده خلاص انا اطمنت عليه وعرفت ان ميتي صحيه وبدات تظهر فيها الحياه. هنمسك في تاني شرط وتالت شرط وهما الاضاءه والمغذيات. فيما يخص الاضاءه اللي دايما بحب اعمله اني اقلل من كثافة الاضاءة مش من عدد ساعاتها، لاني مؤمن طبعا بالطبيعة زي ما انتوا عارفين ومؤمن بيها زي ما ربنا خلقها سبحانه وتعالى. فبحب ان يكون عدد ساعات الاضاءة 12 ساعة والضلمه 12 ساعه زي الطبيعه بالظبط. فاول ما تلاحظ ان الطحالب هتبدا تنتشر وتنمو بالشكل المبالغ فيه اللي ممكن تسيطر بيه على الحوض، حاول تقلل من كثافه الاضاءه، ولو ما جابتش معاك نتيجه ابدا قلل عدد ساعات الاضاءه بشكل تدريجي. ولكن حابب اقول لك ان كل حاجه بتحب تاخد وقتها ومفيش نتائج لحظيه بتظهر. طب المغذيات ايه اللي اقدر اعمله في المغذيات اسيطر من خلاله على الطحالب؟ وهنا انا بعتبر ان اللي هنعمله في المغذيات هو الحل السحري في السيطره على الطحالب في حوض السمك الطبيعي، وهو ان انا ابدا ازود زراعه النباتات في حوض السمك بتاعي. لان النباتات طبعا هي كائنات معقده في تكوينها شويه اكتر من الطحالب بسيطه التكوين زي ما شرحنا، لان النبات بيبقى عنده جذور وسيقان واوراق بيقدر من خلالها يمتص الغذاء بطريقه اسرع وافضل من الطحالب. فلما بزود زراعة النباتات في الحوض بتاعي بتبدأ تحصل منافسة ما بين النبات وما بين الطحالب على نسبة المغذيات اللي موجودة في المية، وساعتها طبعا بتكون النتيجة لصالح النباتات وبتقدر تنافس الطحالب على المغذيات دي وتتخلص منها. وساعتها الطحالب مش هتلاقي مغذيات كافية ليها في الحوض وهتبدأ تتضاءل لحد ما توصل لمرحلة الاختفاء لو وصلنا لمرحلة التوازن الكافية اللي بتخلي النباتات على قدر المغذيات اللي موجودة في الحوض بتاعي. تاني حاجة أقدر أعملها مع المغذيات إن أقلل من نسبة توفرها في المية بتاعتي عن طريق عدم الإفراط في تأكيل السمك، لأن أكل السمك بيكون مصدر رئيسي للمغذيات دي في الحوض بتاعي. قلل من تأكيل السمك، بعد ما بين فترات تأكيل السمك ما بينها وما بين بعض، قلل في الكميات، راقب الحوض، تابع تطور النظام واستمتع بالهواية. الأحواض الطبيعية كل ما بيمر عليها الوقت وتقدم وتستقر وتبدأ النباتات فيها بالتقاصر والازدهار والنمو والانتشار جوه الحوض بتاعك، ساعتها بتكون منافس قوي جدا للطحالب على نسبة المغذيات اللي موجودة في مية الحوض بتاعك. وطبعا النباتات هي اللي بتكسب في المنافسة دي لحد ما بتوصل لمرحلة انك تقريبا ما بتشوفش الطحالب الا بشكل بسيط جدا بيظهر على اجزاء من النباتات والديكورات
الخضروات اللي موجودة في الحوض بشكل جميل ورائع جدا ممتع للناظر. ولكن للأسف في الأحواض التقليدية كل ما الحوض يمر عليه الوقت ويقدم ويبدأ يعدي عليه الزمن بتبدأ تتراكم فيه المغذيات دي، مهما كنت بتتدخل من إجراءات وتغييرات دورية للمية علشان تحاول تسيطر عليها بنفسك، وتبدأ الطحالب تسيطر على الحوض وتنتشر لحد ما تستولي عليه وتقتل كل الكائنات الحية اللي فيه، ويبدأ الحوض في الانهيار والفشل. بنوفر لمتابعينا جميع أنواع المكونات الأساسية لأي حوض طبيعي، بداية من التربة والرمل بأنواعه ومنتجات تانية كتير، من خلال رقم الواتساب اللي ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم. بنتمنى تتواصلوا معانا وتبدأوا رحلتكم مع الأحواض الطبيعية، ومتعة الهواية الحقيقية تبدأ تزور بيوتكم ومكاتبكم. ويشرفنا إن إحنا نقدم لكم جميع منتجاتنا بأسعار التكلفة. ومش هننسى نطلب من حضراتكم زي كل مرة اللايك والشير لو أنت على صفحتنا على الفيسبوك، سبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب، وما تنساش تفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، علشان تبدأ رحلتك معانا في تربية أسماك الزينة بالطريقة الطبيعية. سلام.